المعضله بتفترض انك سايق قطر، وعلى نفس خط القطر ده صادف وجود 5 اشخاص مربوطين وما يعرفوش يتحركوا، فبالتالي انت هتخبطهم ويموتوا. لكن لحسن الحظ وبالصدفه البحته انت لاحظت مسار تاني للقطر يقدر يمشي فيه، فانت تفرح وتبوس ايدك وش وظهر وتقول الحمد لله هتروح البيت من غير اي مشاكل. بس انت علشان فقري وحظك وحش تلاحظ ان على السكه الفرعيه دي في كمان شخص مربوط. هنا بقى انت تبتدي تتوتر وتعرق ودماغك تهنج وتعمل ايرور، ويبقى قدامك اختيارين ملهمش تالت: يا تسيب القطر ماشي في سكته ويحصل اللي يحصل لان ده المسار الطبيعي، يا اما تحول للشريط التاني علشان تنقذ ال5 دول بالرغم انك هتضحي بواحد. في السبيان شارك فيه 70,000 شخص من 42 دولة مختلفة. لقوا إن نسبة 81% من الناس اللي شاركت اختارت إن هي تضحي بشخص في مقابل إنقاذ ال5، ولاحظوا إن النسبة دي متوزعة على كل الدول اللي شاركت، يعني تقريبا نفس الاختيار مع اختلاف الثقافات في الدول دي، واستنتجوا إن الأغلبية العظمى ما عندهاش مانع إن هي تضحي بشخص في مقابل المنفعة العامة. العلماء بقى يسكتوا عند الكلام ده؟ لا طبعا،